اعتاق اخا المعلم فرتوت ياك ما كاين باس. خوك جا واحد البريكول نتاع فوقيد فيه 17 سائح من اسبانيا وطلبوني نوريهم الصور نتاع مراكش، وانا حصلت اخويا هاد الحصله. ايوا وريه ليهم راه باين. اسبيرا بور فافور un مومينتو. ولا راس الطنجيه راه بغاو الصور الاصلي والابواب الاصليه في عهد المرابطين، وكيف شتي دابا الصور الاصلي تغير واي دوله جات الا وكتزيد حويط ولا شي بويب، وانا تخلطوا عليا العرارم. ايوا سيدي الا بغيتي تعرف الابواب الاصليه ما عليك الا تزير معايا الطاقيه وتحط حداك شويه الفاكهه ورخي معايا ودنيك شويه. الله يحفظك اخا المعلم فرتوت. Señores, señoritas, bienvenidos a las murallas de Marrakech. Empezamos a la dirección derecha. وبام بالراي. سنة 1126 ميلادية، بالضبط في زمان الدولة المرابطية في عهد علي بن يوسف اللي هو ولد يوسف بن تاشفين، تبنى سور نتاع مراكش الأصلي في مدة نتاع 8 شهور اللي كان فيه ما يقارب غير 12 باب، والسبب هو باش يتحصنوا من الهجوم نتاع دولة الموحدين. حاليا الطول نتاع سورة مراكش كاين فيه 19 كيلومتر و400 متر، ولكن السور الأصلي في عهد المرابطين كان فيه غير 9 كيلومتر، أي تزاد 10 كيلومتر و400 متر على السور الأصلي، حيث كل دولة إلا وكتزيد بويب وحويط، وخاصة في دولة الموحدين والسعديين والعلويين. أما بالنسبة للعلو نتاع السور هو بين 18 و 19 متر، وأما العرض نتاعو ما بين متر و40 حتى ل2 متر، وأما العلو نتاع الأبراج ما بين 25 حتى ل 30 متر. وتبنى هاد السور بالتراب الأحمر، ومن ذاك الوقت ومدينة مراكش كيلقبوها بالمدينة الحمراء وحمراء المتونة وحمراء الموحدين وحمراء الحوز. ترى وتر هادشي عندك زاوين بيوتيفول. ايوا زيد سقيني باش نتهلا في الكليان نتاعي. سي تودو ريكتو تودو ريكتو. يلا وغير ركز معايا. ايوا سيدي عندنا باب الخميس، باب الدباغ، باب ايلان، باب غمات، باب الصالحة، باب الرب، باب الشريعة، باب المخزن، باب الرخاء، باب دكالة، باب مصوفة، واخيرا باب تغزوت. ايوا هادو هما الابواب الاصليين، وإلا سمعتي من غيرهم عرف باللي تبناو في عهد اخر مورا دولة المرابطين. اولا غادي نبداو بباب الخميس اللي تسمى بهاد السميه نسبة لسوق الخميس اللي حداه، ولكن سميتو الاصليه هي باب فاس لانه كان في الاتجاه نتاع مدينة فاس، واللي كان غادي لمدينة فاس كيخرج منه، وكان كيتسمى حتى باب ابي العباس السبتي اللي هو واحد من 7 رجال مراكش. ثانيا باب الدباغ. المعلم فرتوت راه نسيتي باب قشيش، واش بغيتي تحشمني مع الكليان؟ راس الطنجيه راه قلنا لك اي باب ما كانش في الخريطه عرف باللي ما تبنى حتى المراعاه المرابطين، يعني غير فوتو. ثانيا باب الدباغ ولا باب الدباغين، وتسمى بهاد السميه نسبه للقرب نتاعو من دار الدباغ. وباش تفهمني مزيان في عهد علي بن يوسف فاش تبنى جامع بن يوسف اللي كان هو القلب نتاع مراكش، ايوا سيدي دارو حدا اسواق وحوانت ولكن على حسب التلوث نتاعهم، اي ان الخياطه والمكتبه والمهن النقيه كانوا بالقرب نتاع الجامع، واما الحدادين والفخارين والدباغين كانوا بعاد على مسجد بن يوسف بسبب الريحه والاوساخ اللي كيتسبوا فيهم. وهذا الشيء علاش دار الدباغ تحطات حدا السور بالقرب نتاع وادي سيل، وهذا الشيء علاش باب الدباغ تسمى نسبة ليها. ومهنة الدباغ كانوا كيتقنوها غير ناس اغمات. واعتاق اخا المعلم فرتوت بلاتي نصيفط لك واحد التصويره. من سنة 1126 ميلادية وصورة مراكش بعظمته وقدامه كيتحافظ عليه من جيل لجيل، وجا حتى لهذا الجيل وريبوه غير بالبول اعزكم الله. نو تودو ريكتو تا فين جايين غادي تقلبكم غير الريحه. ومن بعد عندنا باب هيلان، ولكن سميتو الاصليه هي باب هيلانا، وتسمى بهاد السميه نسبه لقبيله هيلانا اللي كانت في جهته. وفي سنه 1130 ميلاديه عرف باب هيلان وحده من اعظم المعارك في المغرب اللي هي معركه البحيره اللي وقعت بين دوله الموحدين والمرابطين، واللي ربحوا فيها المرابطين وماتوا فيها معظم جيش الموحدين حتى بقى منهم 400 واحد. ولكن ابن عمي راه الباب الاصلي نتاع باب هيلان في عهد المرابطين ماشي هو هذا اللي محلول حاليا ومشهور عند بعض الناس، وانما الباب الاصلي راه مسدود ولا احد يدخل او يخرج منه. وما كان يميز باب هيلان هو كانت فيه الزواكة رمضان اللي كانت كتنبه الناس عن وقت الافطار والسحور. اش هاد الشي كاين وانا ما كانش؟ زيد سقيني. بلاتي اخا المعلم فرتوت، واش ندوز هاد السياح للدار عندك
ونقول لهم هذه هي دار يوسف بن تشافين، وإلا كانت عندك شي زربيه قديمه للبيع غير جبدها، وغادي نقول لهم باللي صلى فيها فرعون. راه بحالكم هما اللي شوهوه بالتين وبمدينه مراكش. ايوا سيدي دابا وصلنا لباب اغمت، وتسمى بهاد السميه نسبه لمدينه اغمت اللي كانت في جهته، واللي كانت هي عاصمه منطقه الحوز قبل ما تبنى مدينه مراكش، حيث اللي كان بغى يخرج لمدينه اغمت كيخرج من هاد الباب وتسمى باب أغمد. ويقال أنه كان كيتسمى بابينتان نسبة للراجل اللي بناه، ومنهم من يقول أن بابينتان هو باب آخر اللي جا بين باب أغمد وبابيلان، ولكن ما بقاش معروف دابا فين كاين، حيث بزاف الأبواب مذكورين في الكتب التاريخية ولكن ما كانش لهم أثر في الواقع. وفي أواخر دولة الموحدين تسمى باب أغمد باب الفتح من بعد الانتصار نتاع دولة الموحدين على المارينيين قدامه. المعلم فردوت واش كتفلى عليا؟ فين هو باب الصالحه؟ عطيه ليا في الخريطه وفي الواقع ما كاينش. ولله دابا اش بغيتيني نقول لهاد السياح؟ قول لهم باللي باب الصالحه بقى غير الاسم نتاعو، اما الباب في الارض الواقع لم يعد موجودا، وتسمى بهاد السميه نسبه للجنان الصالحه اللي كيتعتبر من اوائل الجنانات في مراكش. وجنان الصالحه كان بلاصه اكدال حاليا، حيث ان دوله الموحدين فاش دخلت لمراكش ريبت بزاف المعالم المرابطيه ودارت بلاصتهم ابنيه جديده، بحال جامعه الكتبيه اللي تبنى بلاصه جامع الطوب اللي بناه يوسف بن تشافين، وكذلك جنان الصالحه اللي دار بلاصتو حدائق اكدال. ايوا شتي يا خا المعلم بامبرع علاش بعض الابواب والمآثر كاينه في الكتوبه اما في الواقع ما بقاوش. ايوا سيدي هاد الهضره هي اللي غادي تقول لهم على اي معلمه ما لقيتيهاش في ارض الواقع. كلامك مقبول وبامبرع. ايوا خا المعلم فرتوت دابا درنا 5 الابواب وباقي لينا 7 الابواب، وباش يطوب لينا الخلاص غادي نجرجروا هاد السياح لنهار اخر. اجي شحال جاني بعدا في هاد الشيء؟ غير صبر اخا المعلم فرتوت راه كلشي نتاعك. قال لك اش جاني؟ جاك الضباب على عينيك.